السلام عليكم. الحلقة دي هتعلمك ازاي تفطر في رمضان بشكل صحي ومن غير ما تتعب وتصلي وتتعبد الله عز وجل بأفضل صحة ممكنة. احنا هناخد الهدي ده من النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل جسمه خفيف. المشكلة ان انت تستفتح فطارك في رمضان على سمبوسة وقطايف، وده غلط، وحلويات، وده غلط جدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ بالتمر والمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفطر يا اما على رطبات، يا اما لو ما فيش يبقى تمرات، يا اما لو ما فيش بيحسى حسى من الايه او حسوات من الماء، اشرب كمية من المية. طيب الترتيب ده النبي صلى الله عليه وسلم مش بيعمله عشوائي، ده ذكاء نبوي في التغذية. ليه تمر ومية؟ علميا التمر بيكون جلوكوز طبيعي سريع اللي بيرفع السكر بهدوء بدون ما يعمل صدمة للجسم. والمية هي تشغيل للمعدة وترطيب للمعدة قبل دخول الأكل، فده بنعمل استعداد وتهيئة للأكل. بعدين بنروح نصلي المغرب. الكلام ده بيكون المية والتمر بيكونوا قبل المغرب. وبعدين نروح نصلي المغرب، فبناخد من 15 ل 10 دقايق أو من 10 ل 15 دقيقة. ده بيكون الجسم فيها بيتهيأ لأنه يدخل له الغذاء بشكل طبيعي. طيب ليه الموضوع ده بيحصل؟ هقول لك أنا ببساطة مثال بسيط جدا. لو أنت دلوقتي مثلا عندك آلة موتوسيكل أو آلة مثلا موتور بتروي بيه الزرع بتاعك أو أي حاجة، آلة ومركونة بقالها فترة ما بتستعملش، ينفع تيجي تشغلها مرة واحدة بأقصى قوتها، ولا المفروض إن أنت بتشغلها تتمرنها واحدة؟ أو لما بتصحى الصبح بتيجي مثلا يكون عندك سيارة بتسخنها الأول وبتاني تمشي، علشان ما يكونش فيه تحميل زايد على الموتور، أو إن يحصل أي تلف في في جهاز في دايرة التحكم بتاعتها. حلو. كذلك المعدة. أنا دلوقتي صايم 16 ساعة أو 18 ساعة، ما ينفعش أجي أشغل المعدة على طول، لازم أديلها فترة استعداد. الفترة ديت ما بتبقاش طويلة، ممكن تبقى من 10 ل 15 دقيقة. فأنا الأول باكل حاجة خفيفة اللي هو التمر والمية، قلنا علشان يبقى جلوكوز طبيعي وسكر يدخل الجسم بشكل هادي، ما يعملش صدمة للجسم. وكمان كمية مية تديني رطوبة للجسم وتهيئ المعدة لدخول الأكل. وبعدين راح اصلي المغرب من 10 ل 15 دقيقه، وبعدين ارجع اكمل الاكل بتاعي. هنا بقى لازم نركز جدا ان الاكل بتاعنا، الطبق بتاعنا، لازم يكون فيه كميه بروتين، فيه دهون صحيه، وفيه الياف، وفيه برضه نسبه كارب. حلو كده. فانا هديكم هنا امثله مثلا على البروتين. ايه البروتين اللي ممكن اخده في الفطار؟ ممكن اخد في الفطار بروتين صدر فراخ مشوي او سمك مشوي او لحمه مسلوقه، بس هو اختيار واحد من الحاجات ديت، او بيضتين اللي متاح عندك في البيت. توكل على الله فيه. من الاربع حاجات ديت هناخد حاجه واحده بس. تمام، ده كده خلصنا البروتين. نيجي بعد كده. طيب الثاني من الطبق هو الالياف. الالياف انا هحط فيها يا اما طبق سلطه زي الخيار والخس والجرجير والطماطم والفلفل اللي موجود عندك في البيت حطه، او شوربه خضار، يعني ايهما موجود عندك تستخدمه، مش الاثنين مع بعض. تمام. طيب الالياف بتمنع ارتفاع السكر المفاجئ في الدم وبتعطي الاحساس بالشبع. الجزء الثالث من الطبق بتاعك، طبق الفطار بتاعك المثالي، هو ان احنا ناخد فيه دهون صحيه، زي مثلا معلقه زيت زيتون، شويه طحينه، مثلا ناخد حبه مكسرات في الايد قد قبضه الايد. الموضوع ده بيعمل لك شبع وبيعمل لك انتظام في هرموناتك وبناء الهرمونات بدون ما يخلي عندك تخمة أو سمنة زيادة. في نفس الوقت الدهون الصحية احنا اتكلمنا عنها في حلقة قبل كده، وقلنا إن هي بتساعد في حرق الدهون أصلا اللي موجودة في الجسم. الجزء الرابع في الطبق بتاعي والأخير هو النشويات. آخد إيه نشويات؟ يا إما آخد رغيف بلدي صغير أو نص رغيف كمان، يا إما آخد شوية رز، ممكن مثلا ما يتعدوش 7 8 معالق رز. خلاص كده، يبقى مش الاتنين مع بعض، يا ده يا ده. كده أنا كونت طبق مثالي للفطار في رمضان. وفي نهاية الحلقة يا صديقي هسألك سؤال: إزاي هتصلي التراويح والقيام وأنت بطنك مليانة زيت وسكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل أكل صحي علشان يتعبد لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هيقدر يتعبد وهو تعبان، فأنت ما تتعبش نفسك عشان تقدر تتعبد لله ويبقى في خشوع في صلاتك. اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جسمك هيبقى خفيف وصلاتك هتبقى أحسن وطاقتك هتكمل معاك لآخر الليل.